سنة وانتم طيبين. النهارده انا بعمل الروتين بتاعي. طماطم اهي، وهحط عليها شوربه، بس سلقه اللحمه اهي. هعمل ملوخيه ناشفه الخضراء. الملوخيه الخضراء لسه ورقها صغير وهتبقى خفيف. وقلت اعمل رز بسمتي، جبنه كيلو الرز الطويل ده، وجبنا لومي، وحاطين قرفه اهي اهي، وحاطين لومي وقرفه والبتاع الاصفر ده كركم. ده رز البسمتي بوريك لما يخلص. جبت شوربه من اللي في الحله ده وحطيتها وهعملها. اتفرجوا على القهوه. ودي اللحمه يا حبايبي هي بتنسلق، نسلقها شويه. ده قربت اهي، بينها قربت اهي تستوي. وهعمل بقى الملوخيه يا حبايبي اهي. دي الطماطم وده الثوم والملوخيه اهي. بنتي عاملاها لي في الكبه طحناها لي. يا رب يعودها علينا وعليكم والامه الاسلاميه بخير. هعمل بقى الملوخيه اهي، بس بعد هي اخلوهم فيديو واحد. الملوخيه بقى دي اهي، شوفوا ديت الثوم مدقوق، وهسيب حبه بس للتقليه اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي بابور يا حبايبي بقاله 40 سنه والله، اكتر من يوم ما اتجوزت. خدته صلحته، ابن ابني السنكري غشيني ما وضبهوش، ودفعت عليه 550 جنيه. قال لي عايز عده وعايز بلف وعايز مفتاح بتاع البيت احط فيه جاز. وعملت، جيت اولعه ينفعني عشان العينين دول ما بيقضوش، وبملى ده مالينه ب 100 جنيه النهارده. عشان دلوقتي مثلا دول عليها واحد عليه اللحمه وواحد عليه الرز، وده اعمل عليه ملوخيه. فبنعوز نعمل يعني ايه ساعات صنف زياده اي حاجه. لو مفيش بقى حاجه تانيه، قلت بقى هروح تاني احاول اصلحه بعد العيد، مش هينفع دلوقتي. فهعمل ايه يا حبايبي؟ دولت بقى هقلب فيهم في الطاسه. ايه ده فعلا يا حبايبي؟ انت جايبه الهون السلفتين ده قلب 200 جنيه، وفيه ايد ما بتدقش، وحش ده خفيفه زيه كده. انما ده احنا الايد التانيه دي بتاعتنا احنا. ده اهي جبتها فين يا ابوي؟ ده التوم اهو
هنحط عليه سمنه ونقلي. وديت الملوخيه اهي. شفتوا ليه؟ ده اهي انا شارياها من مضغام، بنغسلها كل ما نيجي نعمل بنغسلها. انما هي حلوه تقيله جدا، بس ممكن بتصد. بنغسلها، بنتي بتغسلها على الحوض جوه بالسلك وبتجيبها لي وانا بمسحها بمناديل بنشفها ودقينا بها وخلاص. اعمل ايه؟ يا كده التمر مش هينع. ايه حاجه كام دقيقة؟ لا 6 دقايق. 6. طيب احط بقى الملوخية والتقلية بقليها لوحدي بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على حضرة النبي. الملوخية هي يا حبايبي، بس ما بعملش اللي بيقولوا عليها دي. بسم الله الرحمن الرحيم احسن من كل حاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على حضرة النبي. نفسي في الملوخيه الخضراء، بس مش هجيبها الا بعد العيد، تكون ورقها قطر. مش هجيبها وخلاص وما اعرفش اعملها. بتبقى خفيفه بقى، فيها 10 ورقات ولا حاجه، وتغلبنا في التقطيف والتخريط، مفيش ورق. فقلت الملوخيه دي هي كانت خضراء برضه، وربنا يصلح الحال، نحمد ربنا عليها وخلاص. بتعمل كلاكيع، عايزه حد عافي يقلب وانا ايدي بتوجعني. يا حبايبي، اما الاكل يجهز ده الرز البسمتي، ودي اللحمه بحمر اللحمه وافركه على اللقطه الاخيره، ودي الملوخيه احط بقى على ديت بس حته دهن واقلي، ويبقى كده خلص، ونعمل السلطه واجهز وبوريك. مع الف سلامه يا حبايبي، كل سنه وانتم طيبين. مع السلامه. منوره نور. ما رز بسمتي يا حبايبي، اتفضلوا. ودي لحمه محمره، وده بدنجان وفلفل، والملوخيه اهي. اتفضلوا معانا يا حبايبي، كل سنه وانتم طيبين.